زينة، انت سمعتي آخر مؤتمر طلع؟ الراجل قعد يتكلم نص ساعة وما فهمتش منه ولا جملة مفيدة. أنا مش فاكرة حتى هو قال إيه، بس الكاميرا كانت عليه والناس بتسقف كأنه اخترع العجلة. وده بالظبط موضوع كتاب النهاردة Unbullshit، أو زي ما بنقولها بالعربي كده الهراء والتهريج. يعني إيه الهراء غير الشتيمة طبعاً؟ الهراء هو إنك تتكلم كتير من غير ما تقول حاجة، تكون مش كداب بس كأنك بتبيع كلام فاضي ملوش معنى. يعني أي حد بيحب يبين نفسه بيبالغ ويضخم ويفكر إن الناس مش هتلاحظ؟ بالظبط. يا أهلا وسهلا بكم مستمعين بودكاستت، حلقة جديدة، انتظرونا بعد الانترو. أهلا بيكم. النهاردة هنغوص شوية في كتاب يمكن صغير في حجمه، لكن أفكاره كبيرة قوي وموجودة حوالينا. بنتكلم عن في الهراء والتهريج لهاري فرانكفورت. أهلا بيك. والكتاب ده فعلا بيلمس ظاهرة يعني بنشوفها كل يوم تقريبا، اللي هي الهراء أو الكلام اللي ملوش لازمة قوي ده. بالظبط. هدف نقاشنا السريع ده إننا نفهم كده هو إيه الهراء ده بالظبط، وليه منتشر كده، وإيه الفرق بينه وبين الكذب يعني. تمام. هو الكتاب بيحاول يقدم تحليل مبدئي للمفهوم ده، وبيوضح الفرق بينه وبين حاجات تانية زي الكذب أو التضليل المتعمد. طيب خلينا نبدأ من الأول. فرانكفورت بيقول إن كترة الهراء دي بقت علامة مميزة قوي في ثقافتنا دلوقتي. حتى المترجمة عفاف علي نعشة قالت إن المصطلح الأجنبي الأصلي بولشيت صعب تلاقي له مقابل دقيق بنفس الانتشار عندنا. وهنا بقى نيجي للنقطة الأساسية عند فرانكفورت. هو بيفرق يعني تفريق مهم جدا بين الهراء والكذب. بيقول إن الكذاب عارف الحقيقة فين، تمام، وبيحاول يقنعك بعكسها. يعني هو عنده موقف من الحقيقة عايز يغطيها أو يغيرها. بالظبط. إنما بقى الشخص اللي بيقول هراء أو البولشرر زي ما بيسميه، هو بصراحة مش فارق معاه أصلا الكلام ده حقيقي ولا لأ. هو مهتم بحاجة تانية خالص. مهتم بإيه يعني؟ مهتم بتأثير كلامه، شكله هو وهو بيتكلم، إزاي يقنعك أو يظهر بمظهر معين. صحة الكلام نفسه دي مش أولوية عنده خالص. ممكن كلامه يطلع صح بالصدفة، ممكن يطلع غلط، هو مش مهتم يتأكد أصلا. دي نقطة خطيرة فعلا. يعني الفرق الجوهري طلع في اللامبالاة تامة بالحقيقة، مش مجرد إن الواحد بيقول عكسها. تماماً. هي دي اللامبالاة. الكذاب بيحترم الحقيقة بشكل ما عشان هو بيحاول يتلاعب بيها. بتاع الهراء ده لا، هو بيتجاوزها تماماً. والكتاب كمان بيقارن الهراء بحاجة تانية اسمها التهريج أو الهمبج. صحيح. إيه الفرق بقى بين الهراء والتهريج ده؟ هو فرانكفورت بيشوف إن في تشابهات واختلافات. بيلمح كده إن التهريج أو الهمبكة زي ما سماها ماكس بلاك ممكن تكون أقرب للخداع المتعمد شوية، يعني تزييف مقصود للأفكار أو المشاعر، يمكن أقرب للكذب. يعني الهراء فيه لا مبالاة أكتر، والتهريج فيه قصد خداع أوضح شوية. ممكن نقول كده. الهراء هو الأداء، الشكل، التأثير، بغض النظر عن أي محتوى حقيقي. وده اللي بيخلي الموضوع مهم، إن الكتاب بيناقش الفكرة الفلسفية العميقة دي بلغة بسيطة ومباشرة، مش كده؟ فعلا، دي حاجة لفتت نظري جدا. الكتاب أسلوبه سهل ومفهوم، رغم إن الفكرة اللي وراه دي فكرة فلسفية محتاجة تفكير. صح. هو مش بحث أكاديمي بالمعنى التقليدي، هو أقرب لمقال فلسفي ذكي بيحلل ظاهرة كلنا بنشوفها. هو بيدعو القارئ إنه يفكر معاه، وده بيورينا أهمية إننا نحلل حتى المفاهيم اليومية دي بشكل فلسفي ونقدي. طيب، كل الكلام ده جميل، بس في الآخر ليه مهم قوي نفهم الهراء؟ يعني إيه الخلاصة أو الرسالة اللي ممكن ناخدها من تحليل زي ده؟ فرانكفورت في الآخر بيربط الموضوع ده بطبيعتنا البشرية، بيوصفها إنها يعني قلقة بشكل محير. ويمكن في حالة القلق وعدم اليقين اللي بنعيشها دي، اللامبالاة بالحقيقة اللي هي أساس الهراء والتهريج ده بتبقى أسلوب للتعامل، أسلوب للظهور بمظهر الواثق، أو أسلوب للإقناع السريع، أو حتى مجرد وسيلة لملء الفراغ بالكلام وخلاص. يعني كأنها آلية دفاع أو تعامل مع عالم معقد ومليان شكوك. بالظبط كده. وده طبعا بيطرح سؤال كبير عن علاقتنا إحنا نفسنا بالحقيقة في الزمن اللي إحنا فيه ده، زمن المعلومات الكتير قوي والآراء المتضاربة. إذن أهم نقطة ممكن استخلصها من نقاشنا النهاردة هي إن الهراء مش كذب، هو حالة أخطر، حالة لا مبالاة تجاه الحقيقة نفسها.
وهو ظاهرة ليها علاقة بعصرنا الحالي أكيد. تماماً. وده يخلينا نفكر في سؤال أخير كده بعد ما نخلص كلامنا. لو فعلاً اللامبالاة دي بالحقيقة بتزيد حوالينا، ده تأثيره إيه على طريقة تواصلنا، على قراراتنا، على قدرتنا على الإقناع والحوار الجاد في مجتمع مليان كلام جزء كبير منه ممكن يكون هراء؟